من الحاجات اللي دايما بتسألها ومن الحاجات اللي معلقة مع كل الطلبة، أي طلبة بتجيلي جديدة: يا جيو أنت نظامك شديد، احنا بنسمع ان نظامك يا جيو شديد ومحتاج مجهود كبير جدا. طب ما توضح لنا ازاي؟ حبايب قلبي تعالى كده في عجالة سريعة اعرفك هو نظامنا بيمشي ازاي، هو معاليج ايه اللي بتتعرض له اول ما بتخش السيشن عندي. اول حاجة في بداية السيشن، انا بكلمك دلوقتي على اول سيشن خالص في المنهج، معاليج بناخد السيشن عن طريق قصة ظريفة كده ولطيفة، قصة صغيرة خالص، قصة بشرح لك فيها هو ايه العناصر اللي هناخدها في السيشن النهاردة، علشان حضرتك قبل ما ادخل لألفاظ وكل جزء في السيشن تبقى عارف احنا هنتكلم عن ايه، ومكون صورة في دماغك تساعدك انك تفهم بطريقة كويسة. طب بعد القصة يا جيو هنعمل ايه وهناخد ايه؟ هنشرح السيشن بالتفصيل جزء جزء، هعرفك هو السيشن ده بيتكلم عن ايه، هنبدأ ناخد المصطلحات، هنبدأ ناخد الافكار اللي فيه، هنبدأ نعرف هو بالظبط بالتفصيل بيتكلم عن ايه، وايه المعلومات اللي المفروض معاليك تبقى طالع من السيشن وانت عارفها كويس جدا. طب تالت حاجة هناخد ازاي الاسئلة بتيجي عليه، هو السيشن ده الاسئله بتاعته بتجيلي ازاي بالظبط، ايه انواع الاسئله اللي بتيجي، وهل هي اسئله فيها افكار، طب ايه انواع الافكار اللي هتاخدها، كل الاسئله بطريقتها هناخدها في السيشن. طب تمام، دلوقتي احنا خلصنا اول سيشن نشوف المنهج، القصه بالشرح الجزء بالجزء، وخدنا الاسئله هتيجي ازاي. طب معاليك بقى احنا جينا السيشن التاني، ايه اللي مطلوب مننا؟ حضرتك مطلوب منك انك تبقى جاي فارم السيشن اللي فات بحل تدريباته بكل اجزائه، فارمه مليون في المية. ليه؟ لان معاليك قبل كل سيشن هتمتحن امتحان صغير. طب بعد الامتحان وسلمت الامتحان للاسيستنت وخلاص وظبطت دنيتك، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ حضرتك هتتعرض للاسئله المباشره، هتقف قدامي واسالك اسئله مباشره. طب بعد الاسئله المباشره وخلصت واتسالت وظبطنا وخدنا السيشن وروحنا، حضرتك زي ما امتحنت كل سيشن امتحان صغير، هتمتحن كل جمعه امتحان شامل، همتحن كل جمعه امتحان شامل على اللي فات كله، سواء بقى اول سيشن، سواء 5 سيشنز، سواء نص المنهج، سواء المنهج كله، ايا كان، طول ما انت ماشي امتحانات شامله وامتحانات دوريه جزئيه. طب في حاجه برضو يا جو احنا سمعناها عنك، هو حضرتك كل سيشن بتسال في السيشن اللي قبله؟ انا اول سيشن بقول لكل طلابي ان اي سيشن حضرتك تجيه انت مطالب انك تبقى مذاكر اللي فات كله، حتى لو نص المنهج، حتى لو اخر المنهج. طب انت ما قلتش يا جيو، ما انا مش هقول لك يا حبيبي، مش هقول لك يا سوسو ركزي معايا، مش هقول لك يا بابا، انا هقول لك اول سيشن بس، هقول لك كل سيشن تيجي مذاكراه للمنهج كله، بس كل سيشن بقى. انا فوتت سيشن كده وما سالتش فيه، اه جيو ما سالش، قشطه بقى احنا مش هنتسال السيشن الجاي، هتلاقي مره واحده كده كشافه على عينك، يلا قوم 10 اسئله 5 اسئله، انا براحتي بقى براحتي، المهم انك تعرف الدنيا ماشيه عامله ازاي. طب يا جيو برضو في حاجات احنا عارفينها عنك وبنسمعها عنك، انت بتعمل ورشه حل على طول من اول السنه، وفي سيشن تالت غير الشرح خالص ده من لطلابي. يعني ايه سيشن تالت منك لطلابك؟ يعني زي ما في 2 سيشن في الاسبوع، في سيشن تالت فرم وحل اسئله، بس انا بسميها ورشه حل من اول المنهج، من اول المنهج، ما عليك مش هترتاح، ما عليك واحده واحده كده هنبدا نفرم المنهج واحده واحده، ومش هنخلي اي مجهود الا لما نبذله عشان ربنا سبحانه وتعالى يطلع على تعبنا ويكافئنا بفضل الله اخر السنه ونفرح كلنا. يبقى ورشه الحل بيبقى لها سيشن لوحدها. طبعا بقى في المتابعه انا مش هتكلم لان سمعتي ايه سبقاني، كل عارف الجيو محمد عصام متابعته عامله ازاي وانه بيموت ازاي. بمناسبه شده المتابعه انا عايز اقول لكم حاجه، ناس كتير بتعلق ان انا متابعتي كتير والمتابعه شديده، انا ممكن نطبطب على بعض وندلع بعض، ممكن اجيب لكم امتحانات سهله خالص. امتحاناتك صعبه يا جو، احنا عارفين ان محدش وصعب حد يقفل عندك امتحان، هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا ممكن اجيب لكم امتحانات سهله خالص وتمام وهنقفل، وكل سيشن تكريم، وكل سيشن صورتين بقى وعلى السوشيال ميديا وطلاب المتفوقين والكلام ده، بس معاليك قاعد في اخر السنه والورقه قدامك في اللجنه هتلاقي ان انا كنت بخدعك، هتلاقي ان المستوى اللي انا كنت بعاملك بيه وبوصلك بيه ما ينفعش. فزت كل الكلام ده، انا امتحاناتي صعبه، متابعتي صعبه، بس صعبه بما يتوافق مع امتحانات اخر السنه، انا ما بطبطبش على حد ولا بدلع حد، بس يكفيني ان معاليك تجيلي بعد ما تطلع من لجنه الامتحان تقول لي يا جيو انا ما عرفتش قيمه التعب اللي انت بتتعبه معانا
الا لما الورقه اتحطت قدامي، زي ما زمايلك كلهم بلغوني بعد الامتحانات. كل دي سكرينات وسكرينات كتير جدا جدا تحت بعضها. كل مفاد السكرينات دي ان كل الناس بتقول لي يا جيو احنا ما عرفناش قيمه تعبك الا لما قعدنا والورقه اتحطت قدامنا، لقينا ان كل الامتحان اللي قدامنا ده احنا فارمينه اكتر من 30 40 مره. ايه يا جيو احنا ما عرفناش انت كنت بتموتنا في المتابعه ليه وفي الامتحانات؟ هو انت لما كنت بتقول لنا ان احنا لو قفلنا مره واتنين مستوانا هيقل وخلاص هنتغر؟ علشان كده يا جو انت ما كنتش بتخلي حد فينا يقفل. كل اللي انت عملته معانا احنا عرفناه. رسائل كتير جدا 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 من طلابي كانت بتجيلي في المنطقه دي، وده حاجه انا اعتز بيها، ودي حاجه وبقولها للدفعات الجديده، متابعتي مش هتقل، المتابعه هتزيد اكتر واكتر واكتر بشكل دوري وكبير جدا جدا جدا. وكل هدفنا ان احنا معاكم زي المدرب بيدي التعليمات بس اللاعب هو اللي بينزل ويلعب ويجيب الجول. وكل اللي احنا بنعمله ده علشانكم انتم، علشان نشوف فرحة أولياء الأمور في عينيهم، الناس تبقى مبسوطة بعيالها كده والناس فخورة بيكم بفضل الله في آخر السنة، ويعرفوا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. يا جيو الدنيا صعبة، يا جيو محدش حاسس بينا ومحدش هيحس بيك، محدش هيسندك غير ربنا سبحانه وتعالى. عايزك تعتمد على نفسك وتتوكلوا على الله في الأول، ودايما تقولوا له يا رب احنا عايزينك تطلع على تعبنا، يا رب ادينا يا رب واكرمنا من فضلك ومن كرمك، وان شاء الله نفرح بيكم دايما وكل الدفعات اللي بتعدي علينا، اخواتنا الصغيرين قبل ما يبقوا طلابنا، واشوفكم على خير ان شاء الله. ودايما اعرفوا ان طلاب جيو محمد مش بيدخلوا يحلوا الامتحان، طلاب جيو محمد بيدخلوا يقفلوا الامتحان. اشوفكم على خير في السيشنز الجاي ان شاء الله.